السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي متابعين قناة مطبخ العيلة مع ام فرح؟ يا رب تكون اوقات كلها بركة وراحة بال وحسن الاحوال. كل سنة وانتم طيبين يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. بمناسبة العيد بقى داخل علينا خلاص، العيد كلها يوم ولا اتنين ونخش على ايام مفترجة، واحنا اصلا حاليا في ايام مفترجة. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يتقبل صيام كل الصائمين ان شاء الله، وبلغنا يوم عرفة يا رب واحنا كويسين وبخير يا رب، اللهم امين. حبيت بقى اشارككم واحنا بنعمل مع بعض كده الكحك. ديت شوية من اللبن، عليهم الخميرة، ومعاه الاولانيين اللي كانوا في الكوباية، انما التواني دول لبن وعليه الروايح بتاعتك بقى، اي روايح انت حباها. وبداية الفيديو احنا بدأت معاكم بالعجمية والملبن، عملته معاكم قبل كده كتير، فحبيت ان انا شايفين بقى. احنا دلوقتي معانا مقدار من الدقيق، بنطش السمنة، احنا بنحب ندحله السمنة، منعملوش على البارد عشان احنا عاملين كمية كبيرة شوية. فحبيت ان انا نقدح السمنة على اساس ان لو قعد عندك فترة طويلة يبقى ما يجرالهوش اي حاجة. فاحنا دلوقتي خليط اللبن اللي احنا عملناه وفيه الروايح، بنطش شوية منه مع السمنة تمام على اللبن، وبنبدأ ان احنا نفركه زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. انا كنا عاملين اهوت. ده بيعطينا نفس حلو، وفي نفس الوقت بيعطي ريحة للكحك بتبقى جميلة جدا. الدقيق اللي معانا ده بقى احنا حاطين عليه ذرة من الملح صغيرة خالص، حاطين عليه شوية من السمسم، وبقية السمسم عملناها في قلب الملبن اللي هنحشي بيه الكحك بتاعنا. دلوقتي انا بقى بنقلب دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده بالمقصوصة او بمعلقة او باي حاجة، لان زي ما احنا عارفين ان السمنة بتاعتنا سخنة، فهتكون سخنة على ايدك، عشان كده بنقلب بالمعلقة. وبعد كده بقى هنطلع عين دلوقتي، هنفضل نبس فيه ونفرك فيه كويس لحد ما يبقى عامل زي حباية الرمل بتاعتك كده، وبعدين نزوده بقى اللبن والحاجة بتاعتها علشان نلفه ويبقى دي بقية السمنة. كل كيلو من الدقيق ليه نص كيلو سمنة. تمام. هنقلب كده زي ما احنا شايفين مع بعض كده، بنزل بالسمنة شوية شوية، عشان احنا عارفين ان كل دقيق في نوع دقيق بيشرب مواد سائلة، وفي نوع دقيق ما بيشرب، بيحتاج سوائل كتير. فبتنزلي بقى شوية شوية لحد ما بتشوفي انت العجينة وملمسها في ايدك. شايفين بقى؟ سيبناها بردت شوية، بعدين بقى مسكناها كده بايدينا نفرك فيها وتبسي فيها كويس جدا. بنفرك فيها ونبس فيها كويس جدا قبل ما بننزل بالدقيق بالخميرة اللي احنا كنا عاملينه. نقول المقادير بتاعتنا تاني: لكل كيلو دقيق نص كيلو من السمنة، معلقتين من السمسم، والسمسم على حسب حريتك انت لو عايزة تزودي، مع اللبن بتاعك والروايح اللي عندك اهوت. بنزل بقى باللبن بتاعي عشان الم العجينة معايا. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش نصلي على الرسول كده ونستغفر ربنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكوا كل جديد بنعمله، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. ايه رأيكم بقى؟ دلوقتي احنا بدأنا اللي احنا خلاص بنلم العجينة بتاعتنا. طريقته سهلة وبسيطة جدا والله يا جماعة. انتي حتى لو خايفة ان انت تقربي في كمية كبيرة، ممكن تجيبي كيلو بس من الدقيق وتعملي على قدك، وفي نفس الوقت هتفرحي نفسك وهتفرحي الاولاد. انا دلوقتي زي ما احنا شايفين كده مع بعض، نزلت بالكوبايه اللي انا كنت حاطه فيها كوبايه من اللبن، حطيت عليها 3 معالق من السكر، معلقتين من السكر،
وحطيت عليهم الخميرة وسبتهم بقى لحد ما بدأوا ان هم يفوروا كده ويتخمروا. نزلت عليهم بقى دلوقتي على العجينة بتاعتي، وهبدأ ان انا بس فيها واعجن فيها لحد ما العجينة بتاعتي تلم كده وتبقى كويسة. وانتي بايدك بقى اللي بتحسي بالعجينة في ملمس العجينة في ايدك عامل ازاي. صلى على الرسول كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايه رأيكم بقى؟ كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعل الايام كلها خير وبركة، وتنعاد عليكم ان شاء الله الايام بخير. خلاص انا العجينة بتاعتي بدأت تبقى في ايدي ملمسها خلاص، مش محتاجة حاجة تانية. ايه رأيكم بقى؟ يلا بينا كده نقوم نجرب كده وما نكسلش. شايفين؟ لا، البدال الوعاية او اي حاجة انت بتعجني فيها خلاص بدأت تبقى نضيفة، ده يعرفك ان العجينة بتاعتك كويسة وخلاص بقت تمام وزي الفل. ده بقى كنا بدأنا خلاص ننقش في الكحك بتاعنا وبدأنا نقطع فيه. نقشه سهل جدا. بتجيبي بقى المناقيش بتاعتك ما عندكيش المناقيش في البصامة، ما عندكيش البصامة ممكن تعمليه على ايدك براحتك يعني، او الشكل المناسب ليكي او المتوفر عندك هو ده اللي بتستخدميه. فاحنا بدأنا ان احنا ننقش كده زي ما احنا شايفين، والنقشة بقى على حسب النقشة اللي انت بتحبيها واللي انت بتستسهلي اللي انت تعمليها. آه كل حاجة والله يا جماعة بتبقى سهلة، بس انتي حاولي وان شاء الله كل حاجة معاكي هتبقى زي الفل. كل سنة وانتم طيبين، احلى واجمل اخوات في الدنيا. كل سنة وكل الامة الاسلامية بخير يا رب سعادة. حشينا زي ما انا قلتلكوا اهو، حشينا جوز ملبن، وحشينا جوز عجوة، وحشينا كانت بقى معانا عجينة، وكانت العجوة وكانت الملبن خلص. عملنا كده خلطة سكر على قرفة على جوزة الهند، بتبقى تحفة يا جماعة، بتبقى بجد بجد بتبقى جميلة جدا. ده واحنا بوريهولكوا وهو في قلب الفرن كده. ده جزء كده عملناه سادة. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله الكحكة لونها مظبوط. وده كان الكحك بتاعنا وطريقته سهلة وبسيطة جدا. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد بنعمله يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. حاجة كده فوق الخيال، سهل وبسيط جدا وما خدش مننا اي وقت. هو الوقت كله في مجرد التسوية بس قدام الفرن او في فرن بوتاجاز زي ما انت عايزة، وطريقته سهلة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.